اهلا وسهلا بحضراتكم. تعالوا بقى نتكلم على اول قرض خدته مصر. ده كان في يوم 2 فبراير 1862، كان بحوالي 3 مليون و160 الف جنيه، واللي عمل القرض ده محمد سعيد باشا. تخيلوا بقى يا حضرات، القرض ده بالفوايد مصر قعدت تدفع فيه لغاية سنة 1863، يعني حوالي 100 وسنة واحد. متخيلين مصر دفعت قد ايه فوايد لأول قرض؟ طب أقول لكم بقى على قناة السويس. قناة السويس من أول ما البداية كانت مع محمد سعيد باشا ثم الخديوي إسماعيل. حفر القناة وإدارتها لغاية أول يمكن 10 سنين مصر خسرت أو بقى عليها ديون حوالي 38 مليون جنيه، في حين إن إنجلترا اللي كانت بتحتل مصر في ذلك الوقت كسبت من ورا قناة السويس 127 مليون جنيه. أنا بتكلم على الجنيه المصري اللي كان الجنيه منه يساوي جنيه ذهب. فضلت الديون بتاعت محمد سعيد والخديوي إسماعيل مستمرة معانا لغاية سنة 44، وفي ديون استمرت لغاية سنة 1955. الكارثة اللي عملها بقى محمد سعيد باشا ومن بعده الخديوي، بالتحديد الخديوي اسماعيل، انه الجزيه السنويه اللي كانت بتدفعها مصر للدوله العثمانيه اللي كانت مقدره ب 750 الف جنيه، الافندي حولها الى قروض لصندوق الدائنين، فاصبحت الجزيه السنويه عباره عن جزيه وديون واقساط فوائد الديون. فمصر فضلت تدفع في الجزيه دي 25 مليون جنيه لغايه سنه 1944. كل هذه الارقام جاءت ورصدها الدكتور احمد عيد عبد الرحيم مصطفى في كتابه الجميل علاقات مصر بتركيا في عهد الخديوي اسماعيل. وكمان رصد هذه الارقام وعمل ملحق مخصوص عمنا المؤرخ الكبير الجليل عبد الرحمن الرفعي في كتابه عصر اسماعيل. ويا ليت الديون اللي اتكبلت بيها مصر كانت في اشياء مفيده. للاسف يعني مثلا الديون ال3 مليون جنيه دول اللي عمل بيهم محمد سعيد الخديوي اسماعيل الحفله بتاعت افتتاح قناه السويس، دي كانت كارثه بكل المقاييس. لا احد يحاسبه على الديون ولا القروض، فكانت النتيجه ان ان الخديوي اسماعيل كبلنا بديون حوالي 100 سنه بندفع فيها.